بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم معاكم عن ارتفاع أسعار الذهب، وعايزين نعمل مبادرة مع بعض ونتكلم فيها مع بعض، اللي هي بخصوص أسعار الذهب وارتفاع سعر الذهب. ارتفاع بيجي عالي جدا، يعني جرام الذهب النهاردة وصل تقريبا 1800 جنيه. عاوزين نعمل مبادرة وندردش مع بعض فيها على الزواج من غير ذهب. يعني يا ريت لو في، يعني لو يكون في كل قرية مجلس، اللي هو مجلس الصلح، او اللي هو بيبقى فريق دايما المصالحات، لو يتكلموا في الموضوع ده، والمشايخ في المساجد تتكلم في الموضوع ده. عايزين نتبنى الموضوع ده بشكل رسمي ونتكلم فيه، لان بصراحة الذهب النهارده ارتفع. مفيش شاب من الشباب الموجودة النهارده، الله يمكن هنقول مثلا 5% او 10% اللي هيروح يشتري ذهب ويتجوز. اما باقي الشباب هتشتري بالاسعار دي، او يعني هيتجوز ازاي؟ بصراحة الموضوع بقى صعب جدا. يعني الشاب النهاردة عشان خاطر يتجوز عاوز يجيب ذهب مش اقل. يعني انا بتكلم عندنا احنا في الصعيد، النهاردة الشاب عشان خاطر يتجوز عاوز يجيب دهب مش أقل من 60,000 أو 70,000 للأسف الشديد، ومش هيبقى جايب وسط الناس. ما بالك من شقة؟ الفرش هيتعدى بس الرقم ده برضه. يعني الفرش النهاردة هيتعدى برضه الرقم اللي احنا بنتكلم عليه ده، اللي هو حوالي 60-70,000. تجهيز العروسة وتجهيز البيت وخلافه. يعني الشباب النهاردة مش هنقول متدمر بالنسبة لموضوع الجواز. الذهب سعره ارتفع جدا، وديكم زي ما انتم شايفين دي اسعار عالميه. يعني احنا عشان خاطر بس ما نتكلمش، اسعار الذهب دي والبورصه والحاجات دي كلها اسعار عالميه. يعني مش عشان خاطر بس ما نقولش السعر رفع والحكومه عندها ذنب، لا، دي اسعار عالميه. الذهب ده سعر عالمي، عشان بس الامور تكون واضحه. خلينا احنا نتكلم مع بعض ونساند بعض ونتكلم بكل شفافيه. احنا ليه ما نساهمش ونساعد بعض في موضوع المهر ده والذهب، ان احنا نشيله خالص. نكتب في القايمه الحاجات دي مفيش مشكله، بس نشيل البند خالص ده، ما نجيبوش، ونرتاح من قصه الذهب دي ومشاكل الذهب وجرف الذهب. وبعد الناس ما بتتجوز لما تحصل بلاوي على الذهب ده، بتبقى مصايب وبلاوي على موضوع الذهب. ما نكتبه في القايمه وبلاش نجيبه، لان بصراحه سعره ارتفع جدا. النهارده انا بتكلم والله معاكم بدردش، وبرضه القرار ليكم، القرار لاصحاب القرار. يعني الواحد بيدردش معاكم وبنتكلم في مشكله عامه للناس. موضوع الذهب ده النهارده بيجي مؤذي جدا، بيجي مؤذي بطريقه وحشه بصراحه. يعني انا مش مجنون عشان خاطر راح اجيب جرام ذهب ب 1800 جنيه ولا ب 2000 جنيه ولا ايا كان. يعني ده خلي بالكم بالمصنعيه بكره وبعدها هيوصل ل 2000. مين اتجنن هيروح يجيب؟ انا عن نفسي مش هروح اجيب. زي كده ملايين الشباب مش هتروح تجيب مثلا الذهب الجرام بالرقم ده. الا الاقليه زي ما قلت لكم 5% او 10% او 20%. طب وال 80% التانيين؟ عاوزين الشباب يتجوز. نسبه العنوسه برضه كتيره جدا، ونسبه الطلاق كتيره جدا. بالنسبه لموضوع الذهب ده برضه بيبقى في سرقه للذهب، بيبقى في مشاكل على الذهب، ده خد الذهب ويشتكوا بعض، ومحاكم الاسره تشهد على ذلك في موضوع الذهب. وعامل بلاوي موضوع الذهب ده، عاوزين نحله، عاوزين نقتصره خالص من موضوع الفاتوره عشان نرتاح من موضوع القايمه ده والبتاع اسمها هي القايمه. ايوه، ونرتاح من بعض في موضوع الذهب ده، وتبقى قصه وخلصت. لان الذهب ده عامل مشاكل كتيره جدا. يمكن 80% من نسب الطلاق اللي لما تحصل بيبقى اساسها الذهب. يا ريت يكون في حل ليه جذري، واحنا بندردش مع بعض. اللي شايف كلامه مهم يكتب في تعليق، واللي عنده اقتراح يقوله، وادينا بندردش مع بعض، وربنا يصلح حالنا وحال العباد. ويا ريت تبقى مبادره على الكل ان احنا نلغي موضوع الذهب ده من القايمه خالص، ونشيله ونخلي الشباب تتجوز وتفرح وترتاح. اديكم شايفين الغلا كل يوم في ارتفاع الاسعار، وكل يوم يعني الواحد مش عارفين الدنيا واصله بينا لفين. وربنا يسترها ويعافينا ويعافيكم، وربنا يحفظنا ويحفظكم، وربنا يسترها علينا وعليكم على مصر يا رب. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.